قاتلكم بمسلسل جديد، متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. بيبتدي عندنا مسلسل بماهي لما عرفت ان هي بقت غنية جدا، وان هي بقى ليها عيلة كبيرة، وكمان هتورث منهم رقم كبير ومحترم. قررت في اليوم ده تروح اوتيل كبير قوي ومعروف ومشهور. واول ما جت تروح هناك بدأت تقول لهم انا عايزة اشوف حد هنا اقعد معاه ليلة او ليلتين. قالوا لها ازاي يا فندم، احنا الاوتيل بتاعنا مش بيعمل كده. بدأت تعرفهم بنفسها وبعيلتها الكبيرة. بدأت تقول لهم ما ينفعش ان حد يرفض لي طلب. فطبعا اول ما عرفت ان هي من عيله كبيره قررت ان هي تعمل اللي هي عايزاه. نعرف ان هي قبليها ان الدكتور قال لها ان انت عقيم، وان انت مش هتعرفي تخلفي خالص، وان عيلتك كمان الغنيه مش هيساعدوكي حتى بالفلوس. نعرف هي في الوقت ده قررت ان هي تروح تشوف ولد يعجبها يعني، وتقضي معاه يومين. اول حاجه هي فكرت فيها السكرتير بتاعها، واول ما شفت التحاليل عرفت فعلا ان هي خلاص بقت عقيم، وان هي كده كده مش هتخلف. اما في الناحيه التانية عند السكرتير، اخوه كان بيكلمه بيقول له بطل بقى شرب، انت كل يوم ترجع وانت مش في وعيك، ومامتك لو عرفت اللي انت بتعمله الصراحه الرد مش هيكون هيعجبك خالص. فقال له ما تقلقش عليا، وانا كبير وبعرف كويس قوي انا بعمل ايه. فقال له خلاص ماشي وانا هسيبك براحتك. وفي الوقت ده تروح ماهي المكان بتاعه وتديله فلوس كتيرة قوي، تقول له انا هقضي معاك ليلة. طبعا هو اول ما شاف ماهي وشاف فلوسها قرر على طول ان هو يوافق. وهي كانت مبهورة جدا بيه وكانت بتحبه، وكانت حاسة ده الشخص الوحيد اللي يليق بيها. لكن كانت عمالة تشوفه ان هو يعني راجل فقير شوية، وان هو ما ينفعش ليها قوي، لكن ينفع يعني علشان شكله. وراحت فعلا ونامت معاه. وبعد ما نامت معاه بدأت ان هي تقوله على فكرة انسى خالص اللي حصل ما بينا ده، وانا وانت كده كده مش هنكون لبعض، وما تنساش ان انا بنت راجل غني. قال لها لكن انت بقيتي غنية من فترة بسيطة. ونعرف ان هم كانوا عندهم شركة صغيرة كده، وان هي المديرة بتاعتها. وطبعا اول ما عرفت ان عيلتها بقت غنية بدأت تشوف نفسها على كل الناس. وطبعا في الوقت ده جان كان عمال يقول لها خلينا نقضي يوم تاني مع بعض. بتقول له بقول لك ايه، انت هتنسى نفسك ولا ايه؟ هو انت مش عارف انا مين؟ فطبعا في الوقت ده قرر ان هو يسكت، وراحت علشان تحط له فلوس. وحست ان الفلوس دي قليله عليه، وان هو ولد شاب فقير يعني، فليه ما تحطش فلوس تاني. وفضلت تحط له فلوس على فلوس. وهو اول ما صحي بدأ ان هو يبص عليها، وكان عمال يقول لنفسه ان هي اكيد هتبقى معايا، وان هي مش هتخليني احس شعور ان انا ولد يعني مأجراه يعني. في الوقت ده اتفاجئ ان هي مشيت وسابته. وانا اتفاجئ ان هي سايبه له ورقه بتقول له لو انت عوزت مني فلوس تاني كلمنا على الرقم ده، لان نعرف ان الشركه الصغيره اللي هي كانت فاتحاها للاسف اتقفلت، وان هي قررت بقى تصرف فلوس عيلتها. في الوقت ده اول ما بدأ ان هو يقرأ الكلام بتاعها حس ان هو متضايق، وحس ان هو زيه زي اي واحد بيتأجر بالساعه. ونعرف ان تعدي شهور وعيلتها تتفقر، وتضطر تروح تشتغل في شركه لسه مبتدئه. واول ما جت علشان تروح هناك اتفاجئت ان السكرتير بتاعها القديم وهو مديرها. طبعا في الوقت ده كانت بصاله وكانت مصدومه، تقول ايه الجنان اللي بيحصل ده، هو انت مين؟ ولا انت مش عارفاني ولا ايه؟ ده عيب يعني، ده احنا كنا بقالنا يومين مع بعض. فانا اول ما بدات تبص على الاي دي بتاعه او الحاجه اللي بتعرفها يعني هو مين، بدات تعرف على طول ان ده المدير بتاعها. طبعا كانت بصاله وكانت مصدومه، اللي هو ازاي ده يحصل، ازاي يعني ما يكون شغاله عند واحد زي ده. فهو قال لها مش غريبه يعني انت قلت ان انت عيلتك غنيه ومعاكي فلوس، جاي تشتغلي سكرتيره عندي. طبعا كانت لسه هتفهمه بقول لك ايه يلا روح على شغلك. وبدا ان هو يكلمها باسلوب وحش زي ما زمان بالظبط كانت بتعامله. واتفاجئت ان في واحده شغاله معاهم، لكن الواحده دي بتعاملها باسلوب زي الزفت، وعماله تقول لها بقول لك ايه انت تسمعي الكلام هنا، وانت زيك زي اقل حد، مش علشان هو يعني عارفك من فتره كبيره. طبعا الكل ما كانش عارف ايه العلاقه اللي كانت ما بينه وما بينها، لان الاول مره يكون لطيف مع حد كده، والاول مره ما يزعقش او يعصب على حد علشان يعني غلط معاه في الشغل. في الوقت ده بدأ يكلم السكرتير بتاعه، يقول له هو ايه اللي بيحصل ده، ازاي البنت دي تيجي هنا برغم ان عيلتها غنيه قوي. بدأت هنا يدوله اوراق، يقول له الورق ده بتثبت يعني ان عيلتها اتفقرت او عيلتها خلاص افلسوا. فبيقول له معقوله ان هي بس كان من فتره صغيره كانت بتذلني تقول ان هي من عيله كبيره جدا وغنيه. في الوقت ده تعرف ان في عزا معمول، وقررت ان هي تروح لان عرفت ان العزا ده تبع المدير بتاعها. واول ما جت علشان تروح اتفاجئت ان العزا حرفيا لكلب. طبعا في الوقت ده هي كانت مستغربه، هي الفلوس الكتيره بتعمل كده يعني؟ في الوقت ده كانت عايزه تشوفه علشان تكلمه يعني وتمشي، وخصوصا يعني قالت يمكن يعملني كويس لما اروح علشان اشوفه. طبعا لما جت علشان تروح لقت ان الكل عمال يكلمها بطريقه وحشه، لانها بدل ما تشغل ترانيم خاصه بيهم بدات ان هي تشغل اغاني. وكل كان عمال يبص لها وكان ساكت، اللي هو ايه الجنان اللي انت بتعمليه ده، هو كلب لكن برضه ما نشغلش اغاني. وهي عماله تعتذر لهم وبتقول لهم صدقوني انا شغلتها غلط. وجت للاسف علشان تشغلها تاني شغلت برضه الاغاني. في الوقت ده جه مديرها وقال لها هو ايه اللي انت بتعمليه ده، مين قالك او سمح لك ان انت تيجي هنا اصلا؟ فهي بصت له واتصدمت وقالت له ايه ده، هو انت مش مبسوط؟ قال لها لا طبعا، وهتبسط ليه؟ طبعا الكل بدأ ان هو يجي لان شافوا ان مديرهم جه.
بدأوا يقولوا له على فكرة احنا ما قلنالهاش ان هي تيجي، لكن هي جت من نفسها. فهي بتقول له ايه الاسلوب ده، ما تنساش يعني ان انا كنت مديرتك. فهو بيقول لها بقول لك ايه، ما تنسيش ان انا دلوقتي مديرك، المفروض ان انت تحترميني. وبعديها على طول بدأ الكل يروح علشان يكلمها، واللي هو ايه الجرأة اللي انت فيها دي، وازاي يعني بتكلمي مديرك بالشكل ده. واحدة جت من بره وتقول لهم معلش انا اللي اتلخبطت، وانا اللي حطيت الاغاني بدل الترانيم. وطبعا للاسف ما كانش فيه ترانيم خاصة بيهم، فعلشان كده شغلت الاغاني. في الوقت ده تروح السكرتيرة القديمة ليه تقول له الصراحة انا السكرتيرة الجديدة دي انا مش مرتاح لها خالص، وباين عليها ان هي نصابة كده. فهو قال لها ليه، هو في حاجة حصلت منها؟ فتقول له لا، لكن مجرد احساس. قال لها بقول لك ايه، خلي احساسك ده على جنب، هي باين عليها ان هي انسانة شاطرة وذكية جدا، واحنا مش عايزين نخسر موظفة كفاءة زي دي. وبعديها على طول بدأت ان هي تروح للشغل وتقرب ليه، لكن اتفاجئت ان السكرتيرة التانية قاعدة مكانه، وكانت بتقول لها هو فين المدير. بتقول لها المدير قال لي ان انا هنا الكل في الكل، وان انا المفروض احكم واقول كل حاجة انا عايزاها. طبعا ماهي بتقول لها ايوه ده الكلام الضحك، هو فين بقى بجد؟ فهي بتقول لها ايه ده، هو انت مش مصدقاني؟ على فكره انا بتكلم جد. قالت لها بقول لك ايه، المدير لو عرف الكلام ده هيهزقك. وفي الوقت ده دخل المدير فعلا وهزقها، ولا انت بتعملي ايه، قومي من هنا. وبعديها على طول بدا يكلم ماهي، يقول لها انت مش ملاحظه ان انت غريبه شويه؟ فهي بتقول له ليه، انا ما عملتلكش حاجه خالص. قال لها ولو انت باين عليك ان انت غريبه وعماله تتقربي لكل اللي في الشركه، هو انت عايزه ايه مننا بالظبط؟ بتقول له صدقني انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا اشتغل. يمكن انا اتفهمت غلط شويه. وبعديها كانت متضايقه جدا، وكانت عماله ترسم صوره ليه، وكانت عماله تخبط الصوره بالقلم. ودخل في الوقت ده السكرتير الرئيسي بتاعه، بدأ يقول لها وانتي بتعملي ايه. واول ما شاف الصوره فهم على طول هي بتعمل ايه. قال لها بقول لك ايه، اوعي لا يشوفك، لو شافك حرفيا مش هيسيبك. فهي بتقول له هو انت هتقول له؟ قال لها لا طبعا، وعلى فكره هو عايزك تحت في العربيه بتاعته. واول ما نزلت معاه قال لها ايه الصوره اللي انت كنت عاملاها دي، هو انت للدرجه دي بتكرهيني؟ قالت يا سكرتير يا فتان. فبتقول له لا طبعا، لكن انا كنت متضايقه منك شويتين ثلاثه. وقال لها ان احنا هنروح حفله مهمه جدا، بس حاولي بقى ان انت تكوني انسانه كويسه ومن المجتمع الراقي يعني. فبتقول له ما تقلقش، وان انا كده كده منه يعني، انت بقى اللي مش منه ولسه جديد عليه. فقال لها وانت ايه قصدك؟ بتقول له لا طبعا انا مش قصدي اي حاجه، لكن محتاجه ان انت تعاملني باسلوب كويس وتحترم كمان ان انا كنت مديرتك. قال لها كنتي، انا دلوقتي مديرك. في الوقت ده السكرتير بدأ ان هو يكلمها، يقول لها على فكره هو معجب بيكي بقاله فتره كبيره جدا، من ايام ما انت كنت مديرته. وفعلا خلصوا الكلام وراحت تقعد في عشاء مهم جدا، والكل كان قاعد كان عمال يبص لها، وكمان كان عمال يبص لسكرتيرته القديمه، وكانوا عمالين يقول لها ازاي يسيبك انتي ويروح للبنت دي، مع ان باين عليك ان انتي من عيله غنيه. فهي كانت عماله تقول لهم ان المدير عايز كده، بدات تتكلم بطريقه اكنها يعني مغصوبه. كانت بتقول لهم طالما المدير عايزني كده انا هكون في اي مكان المدير عايزني فيه. وكانت بتتقرب ليه، وبعدها دخلت عليه المكتب وبدات ان هي تتكلم بنفس الطريقه، والكل كان قاعد. طبعا الكل كان مستغرب ان ازاي ما يتكلم المدير بالشكل ده. والمدير حتى ما تعصبش، بل بالعكس يعني كان مبسوط جدا ان هي غيران عليه، وحس اخيرا ان مشاعرها البارده بدات تتحرك ناحيته. في الوقت ده حد وهو قاعد بيقول لها بقول لك ايه، هو انت ازاي السكرتيره بتتكلمي بالاسلوب ده، اخرسي انا مش عايزه اسمع صوتك. في الوقت ده اتدخل المدير وقال لها هو انت مجنون ولا ايه، هو انت ازاي تتكلم كده. واول ما لقى ان المدير مهتم جدا بيها بدأ ان هو يعتذر لها، يقول لها صدقيني انا مش قصدي، لكن يعني انا خايفه على مصلحتك وانت زي بنتي. والكل عارف طبعا ان هو بس بيعمل كده علشان خاطر المدير، لكن هي لو كانت بتعمل كده وهي لوحدها كان مسكها هزقها. والسكرتيره في الناحيه التانية لقت ان الكل بيعامل التانية اللي هي ماهي باسلوب حلو قوي، طبعا علشان هي اللي مع المدير. طبعا كمان شاف المدير بيعملها كويس، وقالت لنفسها ان انا لازم امشي البنت دي من هنا، وان هي اكيد مش هتاخد مكاني. وكانت فرحانه جدا بالخطه الشيطانيه اللي هي عملتها، وقالت لنفسها ان البنت دي بكتيرها قوي لازم تمشي بكره. اما بالنسبه لاخوه فراح علشان يشوفه، وقال له هو انت بتعمل ايه هنا، وازاي بقت تمشي مع السكرتيره. فقال له على فكره السكرتيره دي كانت مديرتي قبل كده. فقال له كانت، وانت المفروض دلوقتي راجل غني وراجل يعني ليك قيمه، المفروض تبص لواحده من طبقتنا الاجتماعيه. قال له ما تنساش ان انت كنت فقير. وبعديها على طول بدأت ان هي تطلع علشان تقول كلمتها، وبعديها تقدم المدير. فهنا اخوه بيقول له هي دي الصراحه يعني هي حلوه. فقال له بقول لك ايه، ما ينفعش تقول عليها كده، لان هي في الاخر حبيبتي. فهو قال له ايه ده، هو انت ارتبطت بيها؟ قال له لا، بس مستقبلا يعني انا هرتبط بيها. فقال له متاكد ان هي ترضى ترتبط بواحد زيك؟ فقال له اه، ايه مشكلتي يعني؟ قال له مشكلتك اللي انت كنت فقير، اما هي عايزه واحد من طبقه اصلا غنيه في الاصل. قال له مش مشكله، واظن ان هي مش هتبص لده خالص. ولقى ان هي بتتكلم وان هي انسانه مثقفه فعلا، وان هي واعيه قوي لكل كلمه بتقولها، وحس نفسه فعلا ان هو اختارها صح علشان تيجي تشتغل معاه. وفي نفس الوقت كان مبسوط جدا ومبهور بيها، وكان حاسس ان هي دي البنت اللي المفروض تبقى ليه سواء مراته او معاه في الشركه.
وقال لنفسه ان انا محتاج اقرب ليها اكتر علشان تتقبلني اسرع واسرع. طبعا بعد ما خلصت الكلمه بتاعتها الكل بدأ ان هو يسقف لها، والكل كمان كان مبهور بيها وان هي ازاي شاطره وذكيه كده. وكل كان مستغرب ان البنت اللي يكون عندها المعلومات دي اكيد يعني ليها عيله غنيه. وبعد ما نزلت بدأ اخوي يمدح فيها، يقول لها الصراحه كنت هايله وكمان شكلك حلو قوي. وهي طبعا كانت مبسوطه لان اول مره من فتره كبيره حد يبدأ يقول لها ان انت حلوه. في الوقت ده المدير كان واقف وما كانش عاجبه اي كلمه من اللي بتتقال، وكان حاسس ان هو غيران عليها قوي وان ازاي اخوه يقول كده، مع ان عارف ان اخوه بيعمل كده علشان يضايقه مش اكتر. واول ما نزلت بدأ ان هو يزعق لها وان انت ازاي تقولي كل الكلام ده من غير ما تستأذنيني. لكن نعرف ان هو كان بيعمل كده عشان هو غيران عليها. وبعديها زقته على الارض بيقول لها هو انت واعيه اللي انت بتعمليه؟ هو انت ليه مش فاكره ان انا مديرك؟ فبتقول له معلش لسه واخده بس ان انا مديرتك. قال لها بقول لك انت تفوقي لنفسك كده وما تنسيش ان كل واحد فينا ليه مكانه وليه قيمته. بتقول له قصدك ايه؟ فقال لها مش قصدي حاجه، وانت عارفه ان انا مديرك ويا ريت اللي انت تعمليني باسلوب كويس ومحترم عن كده. الوقت ده كانت قاعدة مع نفسها وكانت عمالة تفكر فعلا ان هي معجبة بيه، وكانت عمالة تفتكر العشاء اللي هما كانوا فيه وان هو قد ايه كان قريب ليها وكان عمال يديها الاكل وكان مهتم بيها جدا. وبعديها تاني يوم لما كانت في الشغل لقيت ان السكرتيرة عمالة تتقرب ليه وكل شوية تروح له وتدخل له الأوضة. وهي طبعا في الوقت ده كانت غيرانة جدا عليه وحست يعني اللي بيحصل ده ما ينفعش. هو انا ايه يعني في حياتك؟ برغم ان هو لحد دلوقتي مقالهاش اي حاجة ولا حتى قالها ان انا معجب بيكي ولا ناوي ان انا ارتبط بيكي، لكن هي كانت عماله تراقبه وكانت متضايقه جدا. وبعديها اول ما خرجت دخلت له هي بتقول له هو انت ازاي تعمل كده؟ فقال لها بقول لك ايه، فوق لنفسك ما تنسيش اللي انت مين. فهي بتقول له لا انا هنسى، انا دلوقتي عايزه اعرف بالظبط ايه علاقتك بالبنت دي. قال لها بقول لك ايه، انت ما ينفعش ان انت تتدخلي في حاجه ما تخصكيش. طبعا هو في الوقت ده كان فرحان جدا ان هي غيرانه عليه وخرج بره علشان يهزق السكرتيره. يقول لها بقول لك ايه، الحركات اللي انت بتعمليها دي بتنفع معايا ويا ريت اللي انت تحترمي نفسك. وبعديها على طول بدأت ان هي تكلم بنتين علشان يفضلوا يضايقوا في ماهي في اي وقت يعني. كانت عماله تقول لهم ان انتوا لو مشيتوها اسرع من الشغل انا هديكم فلوس اكتر، وزعقت لهم ومشيت. والكل كان مستغرب هي ماهي عملت لها ايه؟ بالعكس الكل شايف ان ماهي بنت طيبه وجميله وذكيه وان هي بتعامل الكل حلوه قوي. في الوقت ده دخلت عليه بتقول له هو انت مش ناوي تقول اي حاجه؟ قال لها اه انا عايزك. وبعديها تخرج وتدخل واحده تاني. نعرف ان البنت دي كانت شغاله عنده قبل كده وان هو يعني بيعطف عليها بالفلوس وان هو يعني كان معجب بيها في الاول، لكن لما لقاها ان هي بتمشي مع رجاله كتير وان هي انسانه خاينه يعني بدأ ان هو يقرف منها وقال لها امشي من الشركه. بدأ ان هو يديها فلوس علشان يعطف عليها لان لحد دلوقتي ما لقيتش شغل. في الوقت ده اخوه بيقول له هي هتعمل ايه معاها؟ قال له انا محتاج الاول ان انا افكر ان هي فعلا بدأت تبين ان هي بتحبني قوي، لكن انا الصراحه حاسس ان انا محتاج وقت اكتر واكتر شويه. انا محتاج اسافر بره اعمل كام حاجه وبعديها هرجع ان انا اقول لها ان انا عايزه اكون معاها وان انا عايز كمان ان انا اتجوزها. فقال له خلاص ماشي براحتك وخد وقتك، وكده كده هي بتحبك يعني. فقال له هو انت تفتكر ان هي مناسبه ليا؟ قال له الصراحه قوي يعني، وان البنت باين عليها ان هي بتحبك. وبعديها على طول عرف ان هي تعبانه وقرر ان هو يروح المستشفى يشوف ايه اللي حصل. وهي كانت قاعده متوتره جدا وكانت قاعده مع زميل ليها وكان بيقول لها ما تقلقيش الدكتور قال ان انت عقيم فانت مستحيل يعني ان انت تكوني حامل. فهي بتقول له ان انا خايفه جدا وخايفه جدا ان هو يفتكر ان انا كنت بعمل كل ده علشان بس اتجوزه، لكن انا فعلا اللي انا احبه وانا فعلا عايزاه وحتى مش عايزه فلوسه، ولو هو كان فقير انا برضو كان هتجوزه. وفي نفس الوقت كانت بتفتكر كلام مامتها ليها وان هي قد ايه عانت مع باباها وعلشان كده جابتها وهي مغصوبه. وفي الوقت ده كانت كارهه جدا الاطفال. طبعا هي كمان طلعت زي مامتها وكارهه الاطفال. طبعا مامتها علشان كانت كارهاها كانت بتعملها باسلوب وحش قوي، حرفيا اسلوب مش ادمي. وعلشان هي كده طالعه ان هي بتكره الاطفال قوي وما كانتش عايزه ان هي تجيبهم. في الوقت ده راح لها هناك على المستشفى، ولما راح لقاها ان هي داخله عياده نساء. واول ما دخل سمع الدكتور بيقول له ان المدام حامل. طبعا في الوقت ده هو كان مصدوم جدا وان ازاي ده يحصل برغم ان هي كانت قايله له قبل كده ان هي عقيم. وبدأ ان هو يفكر ويقول معقوله ان هي تكون عملت كل ده علشان بس اتجوزها. وده يقول لنفسه لأ، وإن هي كانت من عيلة غنية وإن هي مستحيل تعمل الحركات دي. وبعديها خدها وطلع فوق على السطح بتاع المستشفى وبدأ يقول لها وانت ازاي تعملي فيا كده؟ وانت كنت بتتقربي ليا علشان كده؟ فهي بتقول له لا طبعا، وان الفتره اللي انا كنت معاك فيها انا كنت واثقه فيها ان انا عقيمه لان كنت باخد ادويه تسبب العقم، لان انا كنت بكره الاطفال جدا ولو مش عايز الطفل انا ممكن اجهضه عادي. قال لها بقول لك ايه، بلاش تعملي الحركتين دولت، وانا عارف كويس جدا ان انت عايزه تتجوزيني علشان تخرجي من دايره الفقر اللي انت فيها. فهي بتقول له هو انت ازاي شايفني كده؟ ولو على الطفل انا ما عنديش اي مانع ان انا اجهضه،
قال لها لأ، وإن الطفل ده ابني وأنا عايزه. وبعديها نزلت على طول علشان تكلم الممرضة، وقالت لها بقولك إيه، وما ينفعش إن أنا أجهد الطفل. قالت لها لأ، وإن الطفل الصراحة كبير شوية، ما ينفعش إن أنت تجهديه، ولو أنت أجهضتيه هيأثر على حياتك. طبعا في الوقت ده هي كانت حيرانة جدا، إن هو ممكن يشوفها إن هي إنسانة مادية، وإن هي كانت بتعمل كل ده علشان بس تجيب منه طفل. وقالت لها يعني فعلا ما ينفعش. قالت لها لأ، وإن لازم إن أنت الفترة دي تكوني مرتاحة جدا، وحاولي إن أنت تبعدي عن أي إجهاد عصبي أو نفسي أو حتى جسدي، والفترة دي المفروض إن أنت ترتاحي. وكانت عمالة تفكر في مديرها، وإن هو إزاي هيشوفها إن هي إنسانة استغلالية، وإن هي إنسانة بشعة. وقالت لنفسها إن كده خلاص ما فيش أي حاجة ما بينا، برغم إن هو كان معترف لها قبل كده إن هو بيحبها. وحاولت تاني مع الدكتورة، بدأت إن هي تكلمها تاني، فالدكتورة بتقولها إن أنت لو أجهضتي الطفل هتموتيه. وطلعت له تاني بتقول له صدقني إن أنا بحبك ومش عايزة منك أي حاجة، وحتى لو كنت فقير أنا كنت هحبك. فقام مسكها وبيقولها بقولك إيه، بطلي كده، لان باين عليكي ان انتي كدابه، وانا لو كنت فقير انتي خالص ما كنتيش هترتبطي بيا. بتقوله لا، وانا فعلا معجبه بيك وبحبك وعايزاك، حتى ممكن نتجوز وما تصرفش عليا. قال لها ايوه، يبقى انتي عايزه تعملي كده بقى علشان احنا نتجوز، وعلشان كمان تبقى انتي ملزمه مني. وفي نفس الوقت كان بيفتكر ان مامته قد ايه ان هي استغنت عنه، وهو كبر كمان وهو كاره الاطفال، وان هما الاتنين حرفيا مش بيطيقوا الاطفال، وان مامته ازاي كانت بتعامله باسلوب وحش، وكانت دايما بتقوله اللي انت عايله علينا، وان انت لو ما كنتش جيت كنت زماني انا اتطلقت من زمان. وكنا دايما نشوف وشه ان هو متبهدل، وان هو دايما كان بيتعرض للعنف، وكان عمال يقول لمامته ارحميني بقى، وانا صدقيني بحبك، انت اللي بتعامليني كده. اما عن مامته فكان قلبها حجر حرفيا، وكانت كل شويه تاذيه. في الوقت ده ماهي عرفت ان السكرتيره التانية بتقول عليها كلام كتير قوي غلط، قررت ان هي تروح لها بيتها وتهزقها. تقول لها بقولك ايه، عرفت الكلام الغلط اللي انت بتقوليه عني، وعرفت كمان ان انت بتوصلي للمدير كلام غلط ووحش عني، والصراحه انا لو سمعتك بتقولي كده تاني انا ممكن اسجنك فيها. وما جت علشان تخرج بدات ان هي توقفها، تقول لها هو في ايه، انا بهزر معاكي، هو انت ما بتهزريش؟ قالت لها لا ما بهزرش، لو عايزه تشوفي هزاري انا ممكن اروح دلوقتي اشتكيكي. فقالت لها اهدي انا بهزر معاكي، صدقيني مش قصدي اي حاجه خالص. في الوقت ده راحت علشان تكلم صاحبها، تقول لها اعمل ايه معاه. بيقول لها الصراحه يعني المفروض هو اللي هيعمل ايه معاكي، لان انت عرفتيه دلوقتي اللي انت حامل في ابنه، هو الصراحه باين عليه ان هو مش متقبل ده خالص. في الناحيه التانية السكرتيره بتقول ايه، هي حامل فعلا في ابنه؟ فبيقول لها ايوه، المفروض اللي انت تبعدي خالص ما بينهم. في الوقت ده تروح لمامتها البلده بتاعتها. اما بالنسبه ليه فهو عمل حادثه كبيره جدا، وكل كان بيقول عليه ان هو خلاص مات، لكن للاسف حادثه اثرت عليه بشكل كبير جدا. وهو في الوقت ده كان السكرتير بيكلمه وسمع صوت الاصطدام، لكن قال لنفسه ان انا اكيد بتخيل، وان مدير كويس جدا وما فيهوش اي حاجه. وبعديها عرف يوصل له، وعرف برضه ان هو تعبان جدا. وفي نفس الوقت لما لقى ان هو في الاول ما كانش بيتكلم، قال ان هو زعلان. اما عنها لما راحت البلده بتاعتها او القريه بتاعتها، كل بدأ ان هو يشوف بطنها كبيره شويه، كل بدأ ان هو يتريق ويتنمر عليها، يقول لها ايوه بقى، انتي سافرتي لوحدك وطلعتي بره المدينه بتاعتنا او بره القريه بتاعتنا، وعملتي كل اللي انتي عايزاه. في الوقت ده بدأ صاحبها يدافع عنها، لان هم كانوا مصممين ان هم ياخدوها ويأجهضوا الطفل. وفي الوقت ده هي طبعا ما كانتش عايزه، وكانت خايفه جدا منهم. وفي الوقت ده صاحبها كان واقف وقال لهم هو انتوا بتعملوا ايه، على فكره انا ضابط في الشرطه، واي حركه هتعملوها انا ممكن اسجنكم كلكم. فكل بيقولوا لها ايوه بقى، هو انتي متجوزه واحد وبتنامي مع واحد وجايبه لنا واحد، لا انتي كده بقيتي اوفر. نعرف ان في واحده حربايه عندها في القريه، كانت عماله تتكلم عليها باسلوب وحش، وهي اللي سخنت الدنيا كلها عليها. اللي كان مبسوط جدا ان هي خلاص خرجت من القريه، لكن في نفس الوقت كانوا حاسين ان كده مش كفايه يعني، وان المفروض هم كانوا يجهضوا الطفل او حتى يموتوه او يموتوها. وهي في الوقت ده دخلت على البيت بتاعها، وكانت متضايقه ومنهاره جدا من مامتها، ان ازاي الشخصيه اللي المفروض تكون كل الامان ليها هي اللي عايزه تموتها، وهي اللي عايزه تعمل فيها كده. ولقيتهم كمان ان هم قدام بيتها مستنيينها ان هي تخرج، فمسكت حاجه شبه الحديده كده، بدات ان هي تخوفهم، تقول لهم صدقوني لو حد حاول يقرب مني او من ابني انا مش هعمل حاجه غير ان انا اقتلكوا بس. في الوقت ده كانت خايفه جدا ومرعوبه، ومتها بدات تحس بالندم، وراحت علشان تحضنها، تقول لها متقلقيش، طول ما انا معاكي انا هحافظ عليكي وهحافظ على ابنك، وانا اسفه على كل حاجه عملتها. لكن ما هي كانت لسه برضه حاسه ان هي مش واثقه قوي في مامتها، فصاحبها بيقول لها متقلقيش انا هفضل جنبك لحد ما تكوني كويسه. مامتها بدات تعيط وتقول لها ان انا حاسه ان انا ظلمتك كتير قوي، وان طول حياتك بتعاني بسببي انا. فهي بتقول لها خلاص انا مسامحاكي، لكن حاولي تتعلمي من الاغلاط اللي حصلت، وبعد كده عاملين حلو. وفي الوقت ده يجوا الجيران يقولوا لها ايه ده، هو انت صالحه بنتك عادي كده؟ فهي بتقول لها ايوه، وان دي بنتي، وان انا غلطانه ان انا سمعت كلامكم. فاتدخلت هنا الواحده اللي هي بتبقى الكبيره في القريه، بدات ان هي تقول لها ايوه بنتك لحقت تاثر عليكي،
وان احنا لازم نخلص من العار ده بايدينا. هي بتقول لها مش فاهمه، هو انت قصدكم ايه؟ قالت لها ايوه زي ما فهمتي كده، انا قصدي ان انا اخلص عليكي وعلى بنتك كمان. وفي الوقت ده يجي المدير، طبعا كان واقف وكان مستغرب كميه الجهل والتخلف اللي بيحصل ده، وقال لهم حاولوا كده قربوا ليها، لو حد قرب ليها انا ممكن اقفل لكم القريه دي كلها، وغير كده دي مراتي واللي في بطنها يبقى ابني، وانا ناوي ان انا اتجوزها، وجاي اقول اللي انا عايزه اتجوزها قدام الكل. فكل قالوا له هو انت متاكد؟ قال لهم اه طبعا. وبعديها بدأ ان هو يبص لها وقال لها ان انا بحبك، ونعرف ان هو خلاص هيتجوزها. وينتهي المسلسل لحد هنا. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل مسلسل جديد. سلام، واشوفكم بكرة في فيديو جديد.